السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتنا وحبايبنا ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الله يبارك لكم النهارده معانا فيديو بسيط كده وسريع هنعرف نتعرف على قلبكم. الناس الجديدة في الجوال. الله يبارك لكم كفاية هبل. الواحد بقى يمشي في السوق ويمشي يقابل صور على النت وحاجات على النت حمام مش باين له معانا. بجد الحوار بقى دمه تقيل قوي. بقينا نقابل حمام مش فاهمين هو ايه ابن ايه او ايه اخو ايه، والكلام ده كله للرجاله اخواتي المبتدئين اللي زي كده يعني ما نخشش نهبط كتير عشان خاطر الهوايه والله ما نستحملها. بقينا نقابل حمام شكله غريب لا فاهمين له ايه او ابن ايه او اخو ايه. يعني بص يا صاحبي عشان نبقى ايه سهلين كده مع بعض. الله يبارك لك، عندك حنفي اديله حنفي، بلاش تديله عبسي، تديله كركندي، تديله استرالي، هتطلع زفت في الاخر خالص. غلط زائد غلط بيساوي غلط، او غلط زائد صح بيساوي غلط. عندك حلبي زي كده حاجه على قدها برضو، حاجات على قدنا يعني. جيب لها حلبي، جيب لها حلبي احمر حلبي اصفر بيمشوا مع بعض عادي. عندك برضو الزاجل، بلاش يعني الساجل من الحاجات اللي ما ينفعش تلعب فيها يعني، بلاش. هو زاجل ياخد زاجل يعني، ما نقللش الدم ونبوظ الدنيا عشان نعمل اشكال كويسه. تمام. عندك مسود برضه اديله مسود، يعني ايه لان الحاجات دي ما بتخشش على بعض، حتى لو دخلتهم على بيوت تانية بيطلعوا خرمانت. يعني ايه مش بيطلعوا مثلا حاجه شكلها حلو او حاجه مثلا قويه في النشر، لا ده بيتبوظ دماغ فرد الحمام، بتبوظ كل حاجه يعني، مش بتبوظ شكله بس، بتبوظ سلالات. في الاخر بننزل السوق نلاقي اشكال نعلم بره ربنا. بالظبط كده حاجات يعني حاجات على قدنا برضه. استرالي اديله انتهى استراليه، حتى لو فرد الحمام هيقف سنه في البيت يعني سنه في البيت. او زي برضه قصدي هزاز او تقلبه برضه كويس. والله بقى له اكتر من 5-6 شهور اهوت مش لاقي له انتايه، او مش فاضي انزل اجيب له انتايه سايبه، مع ان عندي كذا انتايه هنا زياده استراليات وكريسبيات وكل حاجه يعني. الحمد لله من فضل من ربنا حاجات كتير زياده. لا حرام حرام ان انا اعرف زي الحمام. كل ما يبقى عندك حاجه كده يعني وقفها احسن. الموضوع ده كربونيدي برضه بقاله سنه وشويه كمان. والله ما جرحته على انتايه وسايبه زي ما هو كده في وسط الحمام، مش راضي يكون انتايه. حرام حرام نوقف وحرام نبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه. تمام. ايه بقى اللي خلانا اقول كده؟ ان احنا طلعنا عند اخ لينا كده بقاله برضه 4-5 سنين، ورحنا لقيناه بسم الله ما شاء الله يعني مد صافي ذكر جمعيه. هو عنده قصين قلبهم على بعض، قص جمعيات وقص صوافات. الصوافات جايب النتايه الصفيه مديها ذكر جمعيه زاجل، جايب الذكر كده قلب الاتنين على بعض. انت ايه اللي انت بتعمله ده يا ابن عمي؟ ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي؟ ما احنا مش ناقص هبد، هي كده كده الدنيا بايظه. قال لك لا ده انا بجمع ما بين القوه ما بين الذكاء وما بين مش عارف ايه. الله يبارك لك، انت كده بوظت الدنيا. انت ما عملتش حاجه غير ان انت بوظت الدنيا والله يعني. مش عارف انا والله العظيم ساعتها ما رضيتش اتكلم معاه اللي هو يا ابني اللي انت بتعمله غلط. لا 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 سيبها بس، انا عارف انا بعمل ايه، خلاص اعمل اللي انت عايزه. فانا والله طالع بقول لكم اخويا بتربي حمام حتى لو للاكل. عندك البلدي، عندك اللحم الفرنسي، عندك التقايل البلدي التقيل، عندك الكينج، عندك الرومي، عندك حاجات كتير جدا. اعمل اللي انت عايزه فيهم. اما الحمام اللي هو العبسي والكركندي والاستراليات والاحمر والزربون كل حاجه من دول اديها اللي شبهها. الله يبارك لكم عشان خاطر هي مش مستحمله. ويا رب تكونوا استفدتوا مننا بحاجه. لو عجبك الفيديو اطلع واعمل شير، اعمل اشتراك للفيديو. تمام. وان شاء الله تكونوا استفدتوا مننا، واستنوا فيديوهات تانيه كتير.